هو احنا ليه بنحب؟ او ازاي بنحب اصلا؟ تقريبا مفيش شخص مننا بيقدر يعيش حياته من غير ما يحب. الحب بشكل عام هو التعلق او الاهتمام والرغبة في البقاء مع شخص معين. في بعض العلماء عملوا بحث جديد وبعد ما درسوا الموضوع قالوا ان الحب هو رشوة بيولوجية، يعني جسمك بيرشيك بحاجة معينة تخليك تتعلق بالشخص ده، والحاجة اللي بيرشيك بيها هم 4 مواد كيميائية او هرمونات. اولهم الاكسيتوسين، وده اللي بيقلل مخاوفك وبيهديك وبيخليك تقرب من الشخص اللي بتحبه بدون خوف. والمادة التانية هي الدوبامين اللي دايما بيتم افرازه مع الاكسيتوسين وبيكون مسؤول عن السعادة او المكافأة. جسمك بيكافئك انك قربت من الشخص ده وبقيت معاه. والمادة التالتة هي السيروتونين، ودي المسؤولة عن الهوس وانك كل شوية تفكر في نفس الشخص ومش قادر تنساه. والمادة الاخيرة بقى هي البيتا اندروفين، وده بقى اللي بيسبب انك تدمن الشخص اللي بتحبه وتحس نفسك ما تقدرش تعيش من غيره، زي بالظبط الناس اللي بتكون مدمنة على المواد المخدرة وما تقدرش تعيش من غيرها. فانت بتدمن شخص معين وتحس انك مش قادر تعيش من غيره. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي كل شوية في حب جديد وعرفه انه مدمن، ولايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.